السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنقدم أكلة جميلة جدا جدا، من الأكلات اللي الناس كلها بتحبها، بس نظرا بقى للسمنة اللي بتبقى فيها والدسم اللي بيبقى فيها ناس كتير بتتعب منها. هنقدم النهاردة المكرونة البشاميل بطريقة سهلة وخفيفة كمان على المعدة، على البارد. كل المكونات هنقلبها على البارد وهتعجبكم إن شاء الله. تابعوني للنهاية. والطريقة بتاعتي النهاردة من اجمل الطرق اللي جربتها، وما كنتش متاكده انها هتطلع حلوه. انا كنت مفكراها هتطلع طعمها مش حلو، بس لما عملتها الاول عجبتني جدا جدا، وقلت لازم اشاركها معاكم النهارده في الحلقه. هنعمل مكرونه بشاميل وهنعمل معاها شويه بانيه ونعمل شويه سلطه. اكله خفيفه هتعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما ابدا بقى الفيديو ده، لو انتي بقى مش مشتركه عندي انزلي تحت فعلي الجرس واشتركي في القناه، واعجاب جميل منك كده يخليني اكمل. وكمان متابعيني الاعزاء، طبعا انتوا اغلى ناس على قلب ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم. نبدا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو ونقول بسم الله. هنا طاسه فيها معلقه من السمنه وشويه صغيره كده من الزيت. طبعا انا مش هحط مواد دهنيه كتير، احنا اتفقنا ان هي خفيفه على المعده، مش هنكتر بقى في سمنه وزيت والكلام ده. انا هبدا ان انا اعمل الكبده والقوانص الاول، وبعد كده يعني وفي نفس التوقيت اسلق المكرونه، وبعدها اقدر ان انا اعمل بشاميل. طريقته سهله وما بياخدش 10 دقايق معايا. انا كده خلصت بقى. ايه، اول ما هتسيح معايا السمنه والزيت وتحمى كده معايا هنزل بالبصل. هنا عندي السمنه بتاعتي حميت اهي، هنزل عليها ببصلايه كبيره متقطعه. طبعا انا مش هشوحها الاول ولا استنى انها تحمر، لا انا هبدا ان انا انزل عليها بالقوانص بس عشان تاخد تسويه. طبعا انا عملت الكبد والقوانص معاكم اكتر من مره في القناه، فطبعا طريقتها سهله. هنزل بالقوانص الاول عشان هي بتاخد سوا شويه عن الكبد. افضل بقى كده اشوحها لغايه ما تبقى القوانص نص تسويه. طبعا القوانص بتاعتي نزلت ميه، بس انا برضو صبرت عليها لغايه ما الميه بتاعتها نشفت. الميه دي بتساعد على تسويتها. هبدا بقى هنا اول ما احس ان الميه بتاعتها كده نشفت خالص هنزل بالكبد. تقليبه واحده كده بس، وانزل بالبهارات بتاعتي. طبعا انا هنا البهارات بتاعتي اهي، عندي معلقه كده من الكركم، معلقه من الفلفل والكمون، دي بهارات فراخ، وشويه كده من الشطه لان احنا بنحبها سبايسي شويه. وعندي هنا ورقتين من الورق اللوري، هو بيديها ريحه حلوه وطعم كمان حلو، بس لما اخلصها هبقى اشيله يعني منها، يعني ما تخافوش. هبدا انزل بالبهارات دي كده. طبعا هتسالوني الملح، انا مش هحط ملح دلوقتي خالص، لاني لما بحط ملح كده في البدايه الكبد والقوانص، الكبده بالذات بتنزل ميتها وبتنشف ما بتبقاش حلوه، انما لما تتحط في الاخر بتفضل طريه وطعمها حلو. هبدا ان انا اقلب. هنا بقى كنت حاطه الميه للمكرونه. عندي هنا الميه بتاعتي غلط. جبت المكرونه هسلقها. احنا اتفقنا ان احنا بقى يعني هنحاول على قد ما نقدر ما نحطش دهون، فانا ما حطيتش زيت للمكرونه وانا بسلقها. كمان ما حطيتش ملح لان البشاميل بيبقى عليه ملح، والكبد والقوانص فيها ملح فبتبقى حادقه جدا، فانا مش هحط ملح كمان. تقليبه واحده كده بس، واول ما تستوي هطفي عليها. كده الحشوه بتاع البشاميل بتاع الكبد والقوانص خلصت معايا، نشفت خلاص. بعرف انها خلاص استوت ازاي؟ لما يبدا الزيت والسمنه يبانوا معايا كده كده خلاص، طالما ما بقاش فيها اي ميه خلاص. انا بقى كل اللي هعمله دلوقتي هحط الملح بتاعي اهو، احط عليها النار واقلب الملح تقليبه كده. كمان اظبط الملح بتاعها، كل واحد بقى يظبط على حسب رغبته. الملح بقى على حسب الرغبه، لان في ناس بتحب الاكل حادق، في ناس بتحب الاكل مظبوط، وفي ناس بتحب الاكل دلع. ادي خلاص كده بقت تمام معايا، والله مش قادره اقول لكم الريحه بقت عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا. خلاص كده هبدا بقى ان انا اشيل الورق اللوري ده.
ويلا بقى نروح مع بعض عشان نجهز البشاميل بتاع المكرونه. وادي كمان المكرونه بتاعتي اتسلقت معايا خلاص كده، مسلوقه ومظبوطه بالظبط. انا يا دوب صفيتها وخلاص كده. هنبدا بقى نعمل في البشاميل كده. تمام، عندي كل الحاجات قربت تخلص اهي، ما فاضلش معايا غير هو البشاميل بس. هركنها كده في جنب ونبدا بقى في عمايل البشاميل مع بعض. انا عندي هنا بقى لتر من الحليب اهو، هو كامل الدسم على فكره، انا جايباه من اللبان يعني مش شارياه جاهز اللي هو المعلب ده، لا. لو انتي برضو الامكانيه عندك عايزه تجيبي المعلب ده ومفيش لبن حليب يعني صبح عندك، ما عادي مفيش مشكله. انا هحط اللتر اهو كله. عندي هنا بقى كمان معايا 4 معالق من الدقيق، هحطهم على اللبن كله على البارد. والله بصراحه انا ما كنتش اعرف انها هتبقى طعمها حلو قوي كده، كنت مفكره انها مش هتبقى حلوه، بس بسم الله ما شاء الله اول ما جربتها قلت لا لازم اشارككم بقى طريقه عمايلها، علشان الجماعه اللي هم الدسم والكوليسترول عندهم بيعمل مشاكل، ده بالنسبه لهم حلو قوي. انا عندي الويسك اهي بتاعتي هقلب بيها عشان هي دي اللي هتظبط الدنيا. بس كده انا هكسر البيضتين بتوعي. بصراحه انا بحب احط لها البيض في قلب اللبن، لاني البيض في اللبن برضو يعني بتدي قيمه غذائيه عاليه. كمان عندي بقى كده معلقه من السمنه، طبعا انا هجيب معلقه جديده، معلقه واحده من السمنه. طبعا بقى ايه، احنا مش هنكتر دسم اهو، معلقه واحده بس ماشي، لاني كمان هحط شوربه، فعشان كده برضو كده هتبقى مظبوطه معايا ومش هتلاقوها دسمه بالطريقه اللي تضايقكم دي. هبدا ان انا اقلب. السمنه تاخد معايا وقت شويه، بس هي هتدوب لما احطها على النار. يعني لو هي فضلت في قلب اللبن ودقيق كده مفيش مشكله، ما تقلقيش، اول ما تنزليها على النار هتدوب معاكي. ابدا بقى انزل بالبهارات بتاعتي. انا مش هكتر بهارات، انا هحط كده ايه معلقه صغيره كده من الكركم. انا بصراحه بحب الكركم قوي في الاكل، اولا قيمته الغذائيه حلوه ومفيد جدا. عندي شويه كده من الفلفل والكمون، وعندي هنا معلقه بقى من الملح، بس مش هحط ملح كتير لاني هحط شوربه، هعمل حساب ان في شوربه عشان ما تبقاش حادقه قوي. لو انت مش عندك شوربه ممكن تدوبي واحده من مرق الدجاج في شويه ميه مغليه وتعملي زي شوربه كده كدابه. لو عندك شوربه ماشي. انا كان عندي هنا شوربه فراخ، حطيتها على النار تسخن عشان احط منها برده شويه عليها، بس طبعا انا مش هحط الشوربه غير لما احط اللبن كده على النار وابدا انزل بالشوربه عليه الكميه اللي هحتاجها. نروح بقى كده على البوتاجاز ونحط الحله دي على النار، واول ما تبدا بس تسخن كده هننزل بالشوربه عليها. حطيت اللبن بتاعي على النار، كانت الشوربه بتاعتي غلت مع هبدا ان انا انزل بيها كده عشان تساعد برده في تسخين اللبن. انا هديها يجي 3 4 مغارف كده من الشوربه، مش هكتر يعني. وابدا ان انا ادوب كده لحد ما الصوص بتاع البشاميل ده يتقل معايا، وخلاص يبقى جاهز على كده. خلصت البشاميل بتاعي ناعم وجميل ومفيهوش اي تكتلات خالص، جميل. هو ده القوام اللي انا عايزاه، حلو متوسط، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. طيب لو انا عندي لقيته تقيل ابدا ان انا انزل بكمان مغرفتين من الشوربه لحد ما اوصل للقوام اللي انا اللي هو ده. هطفي بقى عليها النار. طبعا هنا بقى انتوا كده كلكم هتقولوا لي المكرونه لزقت وقفشت في بعضيها ومش عارفه ايه. طبعا هنا اول ما هنزل بصوص البشاميل كلها هتفك من بعضيها وهوريكم دلوقتي. بسم الله. هنزل بقى بنص الكميه، مش هحطها كلها على المكرونه كده.
هبدا ان انا اقلبها، هقلب المكرونه بيها، ولو احتجت تاني هحط بره. طبعا انا كده هشوفوا فكت من بعضيها على طول ازاي. كده خلاص معايا. هبدا ان انا بقى اجيب الصينيه بتاعتي. انا المقاس ده يبقى حلو كويس قوي. هبدا ان انا انزل بقى كده بشويه من البشاميل في ارضيه الصينيه، شويه كده صغيرين. وابدا ان انا اوزعه كده في الصينيه بتاعتي، الف الصينيه كده. كمان هنزل بقى بنص كميه المكرونه. عندي هنا الكبد والقوانص، هبدا انزل بيهم، انزل بالكميه كلها. هبدا بقى كده ان انا افردها في قلب الصينيه. احاول اخلي حتى في الاطراف في كبد وقوانص، عشان تبقى كل قطعه او كل جزء هغرفه من الصينيه يبقى فيه ايه، في حشو. هبدا انزل بقى بباقي كميه المكرونه كلها. وابدا اوزع المكرونه كده على الوش. انزل بقى بشويه بشاميل كده. وابدا انزله كده بين المكرونه. انا عايزه الوش يتشبع كده من البشاميل بتاعي، مش عايزاه يبقى ناشف كده وما فيهوش بشاميل. وما تخافيش، طبعا ما تخافيش، مفيش سمنه تقيله ولا هتلاقي حاجه تقيله على معدتك ولا اي حاجه. مفيش اخف من كده ولا في اطعم من كده. والله 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 طعمها احلى من كمان من الدقيق اللي بيتحمر في السمنه. صراحه الدقيق لما بيتحمر في السمنه ما اقولكوش قد ايه تقيل على المعده. هبدا بقى ان انا اهز الصينيه كده، عشان لو في بشاميل لو عايز ينزل تحت في الصينيه كده، ابقى مطمنه ان هي متشبعه كلها بشاميل. طبعا بقى انا مش هحط بيض ولا احط جبنه دلوقتي. هبدا ان انا احطها في الفرن، واول ما احس ان ارضيه الصينيه بدا ان هو يمسك نفسه ويحمر معايا، هبدا اجيب بقى ايه، بيضه كده حلوه، لان انا حاطه بيضتين في قلب البشاميل. احط بيضه كمان كده معاها شويه جبنه موتزاريلا عشان تدي وش جميل كده. ابدا بقى ان انا هدخلها على الفرن على نار عاليه. بحطها على الشبكه يعني في نص الفرن، مش بحطها في الارضيه. طبعا هحطها وقت تبدا الارضيه تستوي هطلعها واوريكم انا هحط الجبنه والبيض ازاي. عندي هنا المكرونه بتاعتي بدات تنشف خلاص اهيت، وبدات السمنه بتاعت الكبد والقوانص تبدا تظهر فوق. عندي بيضه اهيت، بيضه واحده بس. هجيبها كده اضربها واحطها على الوش. هبدا بالفرشه بتاعتي كده امشيها كده، يعني احاول ادهن الوش بتاع المكرونه كله بيها. كمان بقى كده شويه من الجبنه الموتزاريلا على وشها عشان تديها طعم.
كده خلاص. هرجع بقى تاني ارجعها الفرن عشان تاخد وش. هي خلاص كده بقت تمام وقربت تستوي. عقبال ما البيض يستوي هو والجبنه هتبقى كلها تمام. دلوقتي بقى هنيجي نعمل البانيه. طبعا انا كنت متبلاه بقاله ليله، ولو انت عايزه تعرفي طريقه تتبيله البانيه بتاعتي هتلاقيها موجوده على القناه. انا عندي هنا شويه من الدقيق، كمان جبت بيضه واحده عشان انا مش هستهلك بيض كتير، عشان خاطر انتوا عارفين ان الغلاء ما ينفعش ان انا اسيب بيض يفيد مني ويبوظ. هعمل ببيضه الاول، ولو احتجت بيض تاني هكسر بيضه كمان. طب لو هي قضت خلاص كده تمام. انا ضربتها ضربه كويسه كده بالشوكه، وهبدا انزل بقى بالفراخ البانيه في البيض وكمان ادهنها بالدقيق وارجع تاني احطها في الزيت. فطبعا ايه، هبدا اوريكم واحدتين كده واخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني. خلاص عندي كده انا دهنتها بيض، وارجع تاني كده في الدقيق، وهنزل بقى في الدقيق. انا عملت قطع صغيره كده عشان انا عندي اطفال، بديها لهم زي الاستريبس كده، والقطع الكبيره لان احنا الاشخاص الكبيره. خلاص بقى كده هخلص الكميه بتاعتي كلها وارجع لكم تاني بعد ما. وادي يا ستي احلى مكرونه النهارده اتعملت، بصراحه جميله. انا نفسي انبهرت بصراحه. انا كنت بعملها على طول بحمر الدقيق في السمنه زي الطريقه المعتاده، بس الطريقه دي جميله جميله جميله. مش قادره اقول لكم ريحتها وطعمها جميل جدا. طبعا هخلص البانيه بتاعي وهبدا ان انا اغرف معاكم واوريكم انا هغرفها ازاي. خلاص بقى كده الصينيه بتاعتي هقدمها كده على الترابيزه. بسم الله. جميله. انا عندي هنا طبق سلطه، كمان عندي بقى الطبق اللي هغرف فيه. ادي الطبق بتاعي، هركن بس السلطه دي كده. هبدا بقى انا عندي البانيه بتاعي، هبدا ارصه كده على الاحراف. خلاص، وابدا بقى ان انا اغرف المكرونه بتاعتي. بسم الله. مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. بسم الله. ما شاء الله جميله. وبكده اكون خلصت حلقه النهارده. وجبه سهله وبسيطه وجميله قوي قوي، والمكرونه ناعمه ناعمه كده. كمان هوريكم بصراحه، انا بصراحه مش قادره اقاوم ان انا ادوقها. طعم ملوش حل، ودايبه دوب كده. مظبوطه وخفيفه جدا جدا جدا. طعمها هيعجبك قوي قوي قوي. جربي الطريقه دي وان شاء الله باذن الله مش هتبطلي تعمليها بالطريقه دي. خفيفه على معدتك وعلى معده اولادك، وكمان جميله قوي 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 قوي. طعمها ودايبه في البق وجميله والله. وكبده القناص طعمها جميل جدا، جربيها ان شاء الله هتعجبك. في نهايه الحلقه لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.